خليني أسألك سؤال بسيط بس محتاج ذكاء. ليه بننجذب للشخص التقيل اللي بيتعبنا؟ شوية يهتم وشوية يطنش أكتر بكتير من الشخص اللي بيتمنى لنا الرضا. معظمنا أو أغلبنا ممكن يفكر إن ده سوء اختيار أشخاص أو إن ده طيب، ولكن حرفيا الموضوع مش كده خالص. اضغط لايك جميل كده وتعالى أقولك ده بيحصل إزاي. الحقيقة المؤلمة يا صديقي إن دماغك مش متبرمج على الراحة يعني سكون، وسكون يعني خطر. ودماغك بيترجم الشخص اللي بيريحك على انه شخص سهل وواضح ووجوده مضمون ومفيش اي خطورة جاية من يمته، فدماغك هنا يبتدي يقولك ايه الملل ده. اما بقى الشخص اللي بيشدك وبتهتم بيه فتلاقيه دايما يوم بعيد ويوم قريب، يوم يكلمك ويوم ما يكلمكش، فحضرتك او حضرتك تبتدي تستناه وتفكر هو ليه ما كلمنيش، ويبتدي مخك يحط اسباب للموضوع ده من خلال وجهة نظر. هتلاقيه كان مشغول، كان وراه حاجة مهمة يعني، اكيد مش قاصد ما يكلمنيش، صح؟ فكده هو شغل دماغك وانت فكرت، فهنلاقي ان اول ما يكلمك حرفيا دماغك بيترجم الموضوع ده على انه انجاز انت حققته، وبيديك شوت صغير كده من الدوبامين. والدوبامين اجمل الهرمونات، هرمون السعادة والمزاج يا برنس. هرمون حرفيا يخليك تدمن اي حاجة بتتسبب في افرازه، اشخاص، اشياء، هوايات، اغاني، حتى مخدرات. فبالتالي انت هتبقى عايز توصل له تاني علشان دماغك تكافئك تاني وتديك نفس شوت الدوبامين. وعشان نكون متفقين فالموضوع ده كفيل انه يديله المساحة الكاملة انه يسيطر عليك، وانك تحترمه وتحترم مواعيده وكلامه حتى لو كلامه ده مش لطيف. علشان كده بعضهم بينزلوا القهوة بإذن، ولو الساعة جت 12 إحداهن بترفع الشبشب. وهنلاقي إن ده بالظبط اللي اتشرح في كوبليه القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب، ودي أغنية لنجاة الصغيرة. خليني أقول لك يا صديقي إن أنت مش غلطان في ده تماما، لأنك اتعلمت من زمان إن الحب لازم يتاخد بمجهود منك. أنا ذاكرت أو أنا صليت أو أنا كتبت واجبي، جدع شاطر عسل، إيه الحلاوة دي؟ مفيش حاجة من دي بقى هتلاقي مرضية، مش هتلاقي حب خالص. فلو فهمت الفيديو ده كويس هتعرف الفرق بين حد بيستنزفك وحد بيريحك. لو فعلا من جواك اتعلمت حاجة سيب لنا كومنت وانضم لنا باشتراك.